السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم يا رب على الجميع بإذن الله. النهاردة عاملة لكم الفول التدميس بطريقة حلوة جدا، شرب الطريقة تعجبكم وتجربوها. هنا جايبة كيلو فول تدميس، اللي هو الكبير قوي ده، كده بيدي طعم حلو جدا للفول المدمس يعني. جايبة كيلو وغسلاه كويس جدا ومنقعاه لمدة 4 أو 5 ساعات. بس بعد ما غسلته كويس جدا كده ونقعته وصفيته كويس قوي من الميه، ابتدي بقى اجيب حله كبيره قوي، اكبر حله كده تكفي حوالي الكيلو الفول ده. هنا عندي جزرايه مبشوره كبيره قوي، يعني جزرايه كبيره كده مبشوره. الطريقه دي حلوه جدا جدا وجميله قوي قوي، احلى من بتاع بره بكتير جدا. هنا عندي كوبايه الا ربع فول مدشوش، اللي هو بتاع البصاره ده او الطعميه، كوبايه الا ربع. وعندي جزرايه كبيره على الكيلو الفول. وهنا برضو عندي عدس الاصفر، كل حاجه اقول لكم ليه فايدتها يعني في الفول دوت. هنا عندي كوبايه الا ربع من العدس الاصفر برضو، مغسوله متنقيه ومغسوله كويس جدا ومتصفيه، هي والايه والفول المدشوش. هنا عندي 3 طماطميات كده جامدين قوي بشرهم بالمبشره. كده خلاص خلصنا كده ايه الحاجات اللي احنا حطيناها. نحط بس ايه الاضافات التانية بقى اللي بتخلي الفول كده حلو جدا ولونه حلو قوي. هنحط بقى معلقة كركم، تديكي بقى لونه حلو قوي كده. معلقة كركم كبيرة كده وبتديكي لون وكمان مغذية جدا. هنا برضو عشان ندي اللون الحلو قوي بتاع الفول بقى زي ما بنشتريه من بره كده، البابريكا الحمرا دي كده بتديكي لون حلو جدا كده. بنحط معلقتين كبار، يبقى حطينا عليه بابريكا وحطينا عليه معلقه كركم ومعلقتين بابريكا. ماشي. هنحط بقى الحاجه بقى اللي تخلي الفول دايب قوي ومزبد، القشره بتاعته مش موجوده خالص اصلا في الفول. هنحط معلقه صغيره من البيكنج باودر، قصدي الكربوناتو مش البيكنج باودر بتاع الحلويات، لا الكربوناتو اللي هم بيكربونات استوديو. هنجيب بقى ميه مغليه، لازم يكون ميه مغليه كده نحطها. يبقى حطينا معلقه كركم، معلقتين بابريكا، معلقه صغيره من الكربوناتو. هنا عندي ليمونه كبيره. صدقوني الحاجات اللي انا ضفتها دي كلها ما بتديش يعني، ما فيش ريحه نفاذه تغطي عن الفول ذات نفسه يعني. الليمونه دي طبعا بتخلي اللون فاتح طول ما هو بيستوي معانا، ما بيبقاش غامق قوي ولا اسود ولا اي حاجه، بيدينا اللون الفاتح. بنحط ليمونه كامله كده كبيره، مش بحطها بقشرها بس بحصرها كويس جدا كده، باخد كل الخلاصه بتاعتها. الليمونه كبيره كده، وحطيت ميه مغليه. ومش هحط اي اضافات تاني، احطها على النار وهوريها لكم بعد ما تغلي بيبقى عامله ازاي. واحده واحده كده معانا. بصراحه طالع المره دي جميل جدا جدا يعني، دي تعتمدوها طول شهر رمضان. يعني الكميه دي كلها ان شاء الله هتكفيكوا شهر رمضان كله. لو اسره قليله يعني مش كبيره هتكفيكوا شهر رمضان كله. انا عندي الكميه دي هتكفيني ان شاء الله كده حوالي 15 يوم في رمضان، حسب كميه الاسره يعني. بصوا كده بعد ما غلي، بس هي غلى غلوه واحده بس كده. شايفين اللون الاصفر الجميل ده كده من الكركم، وكل حبات لسه ما استوتش طبعا. العدس والفول والجزر مش بيبان جد خالص، ولا الطماطم بتبان، فيش اي حاجه دي بتظهر فيه تماما خالص. بصوا كده. انا ممكن لو الحله صغيره شويه عن الكميه دي اهويها سنه كده عشان ما يدلدقش وايه ويبهدل البوتاجاز ويبهدل الحله من بره. لكن لو الحله كبيره زي بتاعتي كده انا بغطيها وبحكمها كده. الفول بعد ساعه ونص. وطبعا السوا ده حسب الفوله ذات نفسها يعني، في ناس بتقولك بتقعد 4 ساعات على البوتاجاز متوسطه خالص او واطيه جدا. في ناس تانية بتقولك بيقعد 5 ساعات، حسب الفوله ذات نفسها بتقعد قد ايه. انا الفوله دي ما قعدتش غير معايا ساعتين وربع على النار، ولا 4 ولا 5 ساعات، حسب الفوله ذات نفسها. بصوا كده لمده ساعه ونص، وكانت الفوله لسه ناقص لها شويه يعني، حوالي كده. هي بصوا استوت اهي، بس لسه قلبها لسه قاسي شويه. بس كل حاجه اللي انا حطيتها استوت تماما. الفول استوى تماما، مش باين الفول مدشوش. العدس مش ظاهر خالص، الجزر مش ظاهر، ولا الطماطم ظاهره. بس اهم حاجه ان انا كل 10 او ربع ساعه كده اديله تقليبه بنفس المنظر ده كده. كده خلاص استوى معايا. بصوا تقيل جدا. انا مجرد ما برد معايا وبقيت احطه في الاكياس، انا غليت ميه تاني وزودته من كتر تقله بقى. ان العدس بيديك اللون الاصفر طبعا. الفول المدشوش بيديك قوام
للفول الفول يعني التدميس بيديك قوام تقيل، بيجي القوام التقيل دوت من الفول المدشوش. واللون الاصفر بيديكي من الكركم والبابريكا والعدس الاصفر. الجزر برضو بيديكي برضو ايه، طعم مش طعم، بيديكي برضو قوام برضو في الفول. بصوا شايفين كده تقيل جدا اهوت. انا خلاص طفيت عليه كده، قعد معايا حوالي ساعتين وربع. حسب نوع الفول، في نوع فول بتستوي بسرعة، وفي نوع فول ما يستويش بياخد وقت كبير. وطبعا فايدة المعلقه الصغيره للكربونات اللي انا حطيتها، انا طبعا منقعه الفول. لما بتنقعي الفول، الفول القلب بتاعها بيستوي جدا جدا، والقشره بتبقى ناشفه وقاسيه وظاهره معاكم. بصوا بقى عامل زي الزبده، مش الفول اصلا القشره مش باينه خالص في قلب كيس الفول. شايفين كيس الفول عامل ازاي؟ كيس الفول ده بشتريه اكتر من 5 جنيه، يعني بيديني كبشه ميه وعلى 4 أو 5 حبايات فول ب5 جنيه. شوفوا انا عملت بقى من الكيلو الفول عملت كام كيس، كتير جدا اهوت ما شاء الله. يعني الكميه دي تكفيني 15 يوم في رمضان، وحسب كميه الاسره طبعا. لو انتوا كميه صغيره تكفيكوا شهر رمضان كله. وان شاء الله رب الطريقه تعجبكم وتجربوها. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.